السلام عليكم. حكايتنا لنهار اليوم حكاية سحرت بنتها بالسحر الأسود، وماشي فقط سحر، دمرت لها حياتها نفسيا وجسديا. سارة ذات 10 سنوات من ضواحي العاصمة، بالضبط من بلدية باب الواد. كانت أصغر وحدة في 4 بنات. عمي عمر كانوا يعيطوله في الحومة أبو البنات، باسكو ربي رزقه غير بالبنات. رباهم أحسن تربية وعلمهم أحسن تعليم. الناس كامل تشهد بالقيمة والقدر اللي عاطينهم له في الحومة. واحدة كانت دكتورة، واحدة متزوجة بعيد، وواحدة محامية. سارة ذات حصة الأسد من اهتمام باباها وخياتها، لأنه كانت آخر العنقود. كانوا متهلين فيها بزاف، يحبوها بزاف، ومهتمين بأدق التفاصيل في حياتها. حتى الأساتذة يشاهدوا لها بحسن الخلق والعبقرية في القسم. كانت أحسن بنات جيلها، على عكس الأم اللي كانت دايما نافرة من سارة. ما عندهاش حنانة الأم على بنتها، ما تحوس عليها، ما تحن عليها، ما تقريها، ما تلبسها كما البنات الآخرين. سارة دايما عندها نقص من ناحية أمها، حتى كي دير خطأ صغير في المنزل دايما تحاوزها من التجمعات العائلية، كي يكونوا قاعدين دايرين بالطابلة دايما تقولها نوضي ما تقعديش معنا. وخيتها وباباها ما كانش يعجبهم الحال، وهذا الأمر اللي خلى المشاكل بين عمي عمر والزوجة ديالو دائما في توتر، وكانوا شحال من مرة يلحقوا الإطلاق على جل سارة. أحيانا كي تغلط سارة كانت تنعتها بألقاب غريبة، وتقولي لها انتي ما خرجتيش ليه، خرجتي لعماتك. مع الوقت سارة بدأت تتأزم النفسية ديالها من المعاملة السيئة تعين معها. بدأت تحب تقعد وحدها، بحكم يماها دايما كانت تحاوزها كي يقعدوا كيف كيف، وماذا بها دايما كي تقعد وحدها الضو يكون طافي. مرة من المرات بعثوا لهم من المدرسة أنه لازم يفصلوا سارة على الدراسة ولو لفترة معينة. الأب تاع سارة كان مستغرب بزاف، في حالة ذهول، ما فهمش، لأنه سارة كانت متفوقة تقرأ في وقتها، محترمة أساتذتها. المديرة قالت له المشكل ما راهوش هنا، المشكل في أنه سارة ولات عندها حالة غريبة، ما تحب حتى واحد يريح معها، ما تحب حتى واحد يهدر معها، ولما نكلموها ما تقدرش ميمبا تخزر في عينينا، ولما تشوف في عينينا عندها نظرة غير طبيعية. وشحال من مرة كانت تحاول تأذي نفسها بالمدور اللي تكون تقرأ به. لذا المديرة قالت له لازم نحبسوها فترة عند الدراسة حتى تحاولوا تعالجوها نفسيا، ولا تشوفوا المشكل وين راه. الأب تاع سارة قلبه انفطر على بنته، لأنه ما فهمش، وأول حاجة جات في راسه هي المشكل تاع يماها، معاملة يماها ليها. أما الأم الابتسامة العارضة كانت على وجهها، والكلمة الوحيدة اللي قالتها على رجلها كي دخلوا للدار: هكذا خير باش ما تزيدش تجيب لنا المشاكل مع الناس. الأب تاع سارة حاول يعالجها بشتى الطرق، اداوها لطبيب نفساني، اداوها المعالج، اداوها الطالب، لأي حاجة يقولوا له عليها يديرها لسارة، لكن ما جابت حتى نتيجة. سارة حالتها كل يوم راهي زيد تسوء، مرة تأذي نفسها، مرة تحاول تقطع شعرها، مرة تكسر الزجاج وتحاول تخبش يديها، ولما تكون تبكي تحكمها حالة هستيريا تاع بكاء، تولي تخبش في يديها ووجهها حتى يبدا الدم يسيل. كي تشوف الدم في يديها باش تريح وترقد سارة. مرة من المرات هذا الصديق كان مقرب بزاف لعمي عمر، حتى للدار ويجي هو والعائلة تاعو. كي شاف الحالة تاع سارة طو بزاف، ورالو إنسان راقي ما شاء الله في ولاية باتنا. قالوا يرقي بكلام الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وما كان حتى واحد راح ليه وما جابش الشفاء، مع أنه الشفاء بيد ربي سبحانه. قال له توكل على الله ودير النية وما راك خاسر والو، المهم ما تخليش بنتك تتعذب هكذا. الأب تاع سارة ما كانت عنده حتى اعتراض، عرفت سارة في الطوموبيل وقلع الباتنة، اداها عند الراقي
لما كانت في الحصة الأولى وحاول الراقي يفهم، قالوا الحالة تاع بنتك شوية مستعصية، ما راحش نقدروا نداوها ولا نكشفوها الشي ديالها من جلسة واحدة. قالوا المهم ما تتقلقش ولازم يكون بالك واسع. في أول جلسة للرقية سارة ما كان عندها حتى تغيير ولا تأثير ولا يعني مؤشر يبين أنه سارة عندها سحر. طبعا الراقي قال لباباها، قالوا أنا قلت لك من الأول بلي ما راحش تستجيب من أول جلسة، قالوا المهم ما تفشلش. زاد جابها المرة الثانية نفس الشيء، يعني ما استجابتش. المرة الثالثة نفس الشيء، الأب تاع سارة بدأ يعني الأمل ديالو ينقص. عاود جابها المرة الرابعة. في المرة الرابعة هذه الرقية دامت حوالي ساعتين وهي تسمع الكلام ربي. سارة ما تأثرتش، لكن بعد حوالي ساعة من الرقية طلبت من الراقي انه يعطي لها ستيلو. ما تأثرت، ما بكات، ما عيطت، ما والو. طلبت من الراقي يعطيها ستيلو قدام بابها لانه هو المحرم ديالها. اعطاها ستيلو وسارة بدات تكتب في الحيط: علاش يا ماما؟ علاش وكلتيني؟ علاش اذيتيني؟ علاش خليتيني نتعذب قدام عينيك؟ هذا كاع باسكو شفتك. عمي عمر كي شاف سارة واش كتبت واش راهي تهدر انخلع، ما فهم والو. الراقي طلب منه، قالوا المرة الجاية كي تعاود تجيب سارة جيب معها الأم ديالها، لازم ضروري. مع أنه يماها كانت رافضة، لكن عمي عمر أجبرها، لازم تجي على جال بنتك باش تبرى. راحوا المرة الخامسة وقعدت يمة سارة وبابة سارة والراقي وسارة باش يرقوا لها. هو غير بدا الراقي يهدر ويرقي ويتلو في آيات الله، وسارة بدات بصبعها تشير ليماها: انتي اللي وكلتيني، انتي اللي سحرتيني، انتي اللي درتي لي هذا الشيء اللي راني فيه. علاش يا ماما؟ علاش هكذا؟ علاش راكي تعذبي فيا؟ انا يا بنتك يا اخي. وبدات تبكي وتقطع في حوايجها. لما الراقي شاف سارة في الحالة هذه قال له ما نقدرش نحبس، لانه باذن الرحمن راح تبرى بعد الحالة هذه اللي راح يجوز فيها. كمل الرقية وسارة كملت في الهدف اللي كانت فيه مسكينة، تبكي وتعيط تبكي وتعيط، وباباها مسكين قلبه مقطع عليها. يماها كانت في حالة جمود قاعدة في بلاصتها ما تحركتش ابدا، يعني ما دارت حتى حركة قدام الراقي ولا قدام سارة، رغم انه بنتها اللي كانت تتعذب قدام عينيها. بعد مدة كي حبس الراقي الرقية نهضت سارة، فطنت وخزرت فيهم وبدات تحمد في ربي وتعنق في باباها وتبكي. عاودوا ولاو للدار وبابات سارة هنا بدا يفهم الحكاية، انه الحكاية سارة غريبة جدا ويماها عندها اليد في الحكاية. دخلهم للغرفة وغلق الباب بالمفتاح. قالها: سارة يا بنتي انا مدابية تحكي لي كلش اليوم، وش الشي اللي صار خلاك ترجعي كيما هكا. سارة خسرت في يماها وكانت متخوفة شوية. عمي عمر فاق للعب، قالها: ما تخافيش راني هنا معك، واي حاجة تقوليها راني مساندك فيها وما كان حتى واحد يقدر يتدنى لك. سارة بدات تحكي، قالت له: بابا كيما كنت تديني كل يوم للمسيد، مرة من المرات كانت رايحة سارة تقرأ، باباها اللي يديها وخيتها يروحوا يقراوا ولا يخدموا، يعني الأم تاع سارة تريح وحدها في الدار. راحت باتجاه المدرسة، باباها حطها وقال لها بالطوموبيل كيما موالف لخدمته. كي دخلت سارة للساحة تاع المدرسة قالت لهم المديرة: الأستاذة تاعكم ما جاتش، لازم كل واحد فيكم يولي مباشرة للدار. عاودت رجعت سارة من نفس الطريق اللي ولات منها، تمشي بالعقل في نفس الطريق وحذرة باش تلحق للدار، يعني باش ما تروح لامن لأنه سارة كانت تخاف بزاف باباها. لحقت لباب الدار، طبطبت واحد مفتاح لها، تفكرت بلي عندها المفتاح، جبدت المفتاح تاع الباب تاع دارهم وحلت الباب ودخلت. بدات تعيط: ماما ماما ماما. ما جاوبتهاش. سارة قالت: بالك ماما خرجت للمارشي كيما موالف، باسكو كل ما يروحوا يقرا ماما هم تروح تقضي. قلبت في الغرف كامل، في الصالون، في الكوزينة، ما لقاتهاش.
جاتها الفكرة اللي تجي لأي طفلة كي تكون وحدها في الدار، قالت بلي نروح لغرفة ماما ونبدا نقلب فيها ونستعمل دوزانها، نماكيي ولا نلعب ولا ندير الفاغني ولا. بدات تمشي يعني رايحة لشمرة يماها، وهي تسمع صوت يعني قليل بزاف وما يبانش الصوت هذاك. حاولت تصنت عند الباب تاع يماها، ما فهمت والو، الهضره هادي تعمل وشكون اللي راهو لداخل. خافت، لكن حكمت الباب وفتحت الباب ودخلت. ولما دخلت الفاجعة كانت تلتمه. مستحيل أي إنسان عاقل يقدر يتوقع واش شافت سارة الداخل. للأسف كانت بالنسبة لها فاجعة باش تشوف الأم ديالها مع عمها اللي هو أخو باباها في وضع مخل بالحياة. ولكم أن تتخيلوا على واش راني نحكي. سارة شافت صدمة، مع أنه هي في عمر صغير بزاف، ما قدرتش تفهم شنو هو الشي اللي شافته، مازالت مصدومة. في اللحظة هذه عمها خرج يجري هرب، وإمها دخلتها لداخل الغرفة وغلقت عليها وزيرتها بالضرب، قتلتها بالضرب وزيرتها، خلعتها وقالت لها أنه لو كان تحكي لأي إنسان الشي اللي شفتيه اليوم باباك راح يقتلني وانتي راح تبقى يتيمة طول حياتك. هذا الشي نقال على لسان سارة لما كانت تحكي لباباها. ونظن حبيباتي راكم فهمتوا انه يمات سارة دارت لسارة السحر الاسود باش تسكت وما تقدر تهدر، ما تقدر تتذكر الشي اللي شافته، ما تقدر تمد حتى اشارة على واش الشي اللي صار ليها. سارة قعدت مبكمة طول الفترة اللي كانت تعاني من السحر هذاك اللي دارته لا يماها، باش ما تفضحهاش قدام الاب ديالها. لما تفتحت الحكاية وباباها عرف كلش، في اللحظة هذه وكأنه النار شعلت في الدار، بدا العياط والبكاء، وحتى دخلوا الجيران سلكوا يمات سارة من يدين باباها، يعني لحقها للكومة، لأنه الصدمة ما كانتش قليلة. وبعد مدة ماشي كبيرة بزاف، الأب تاع سارة ما قدرش يتحمل نظرات الشفقة اللي كانت في عينين الناس ليه، لأنه تقريبا الهدرة مشات والحومة كامل سمعت بواش صرا في دار عمي. للأسف عمي عمر قرر باش يرفد بناته ويهجر من المنطقة هذه، بدل المدينة كامل. وعلى لسان سارة كانت تقول لما رحلنا من الحومة هذيك وبدلناها ما كانتش عندنا الجرأة باش نطلبوا من بابانا نعرفوا ليمانا وش صرا فيها وين راهي وعند من راهي. كانت تقول سارة انه قطعنا التواصل معها تماما، لانه بابا ادانا المنطقة ما يعرفنا فيها حتى واحد. للأسف نهاية العائلة هذه كانت بزاف مأساوية. المغزى أو الهدف من نوع الحكايات الواقعية اللي نجيبوها من صلب الأسرة الجزائرية ليس فقط أنه نسمعوها ونستمتعوا ونجوزوا وقت قصير بها من بعد نفوتوها، لا طبعا. الهدف منها أنه ندو العبرة أنه أحيانا أسرة تكون مترابطة سعيدة ناجحة، خطأ فرد واحد في الأسرة يكلف عائلة كاملة باش تتدمر. إن شاء الله تكون الرسالة تاعي وصلتكم حبيباتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.